ازيك عزيزي المشاهد، ان شاء الله تكون بخير. وحشني جدا. انا عارف ان انا غايب بقالي فتره كبيره عن اليوتيوب، و99% انت اول مره تشوفني. وبالمناسبه الحلوه ديت، لو اول مره تشوفني متنساش تشترك في القناه وتعمل لايك والحاجات الحلوه دي. ده اول فيديو ليا من فيديوهات على الماشي. فيديو النهارده موضوع على الماشي، بس موضوع مهم جدا، وهو موضوع ازاي تكون وحيد. انا عارف ان الموضوع دوت ناس كتير قوي بتخاف منه، ناس كتير قوي بتخاف من موضوع الوحده بشكل عام، لان احنا دايما عندنا تصور عن الوحده ان انت قاعد لوحدك معزول بعيد عن العالم، محدش بيسأل عليك، متسألش على حد. ودايما الانسان بيخاف من النقطه ديت، ان هو يكون لوحده. في ناس تانية بقى بتتمنى ان هي تعيش في سلام لوحدها. يعني في ناس هي بتحب فكرة الوحدة. اول مفهوم غلط ان مفهوم الوحدة هو ان انت تقعد لوحدك. مبدئيا كده الكلام ده غلط، يعني مش ده الكونسبت خالص. في فرق بين الوحدة وفي فرق بين العزلة. الوحدة مش بس غياب الناس حواليك، ممكن يكون في ناس كتير قوي حواليك بس انت وحيد عادي. الوحدة ديت بتبقى حالة نفسية اكبر بكتير من ان انت تقعد لوحدك. والوحدة ديت ليها سلاحين. الوحدة ديت ممكن تكون حاجة حلوة ليك، وممكن يكون اكبر كابوس ليك. وكل دوت بيتشكل عن طريق فكرنا، طريقة تفكيرنا والتعامل مع الوحدة هي اللي بتخليها سلاح ضدنا او سلاح يحمينا. طيب تعالى نبدأ من الاول. هو احنا ليه اصلا بنخاف من الوحدة؟ يعني ليه ما بنحبش نكون لوحدنا؟ انا عارف ان هو سؤال بديهي، وان طبيعي الناس مش بتحب تكون لوحدها، وان الانسان اصلا انسان اجتماعي بطبعه. طيب خليني اسألك سؤال، امتى اخر مرة انت كنت فعلا وحيد؟ وهنا انا مش بتكلم عن الوحدة اللي هو ان انت تبقى قاعد لوحدك، يعني ما تكونش وسط زحمة وما تكونش وسط ناس. لا، انا بتكلم عن الوحدة من جوه. لما الوحدة بتجيلك بيحصل لك نوع من الخوف والقلق. طيب ليه ده اصلا بيحصل؟ لان الوحدة بتخليك تواجه نفسك، ودي اصعب حاجة ممكن يعملها الانسان، ان هو يواجه نفسه. تواجه نفسك حرفيا بكل حاجة، تواجه كل الافكار اللي انت بتحاول تخبيها بقعدتك وسط الناس، كل المخاوف وكل الندم اللي جواك اللي انت دايما بتهرب منه، وكل الحاجات اللي انت بتحبش تتكلم عنها. كل دوت لما بتكون وحيد انت غصب عنك بتواجهه. وده تقريبا انا بعتبره اكبر سبب بيخلينا ان احنا ما بنحبش الوحدة. في مجتمعنا الوحدة ليها سمعة وحشة قوي. يعني مثلا الناس بتبص للواحد اللي هو بيقعد لوحده كتير دوت ان هو انسان منعزل ومنطوي ومش عارف ايه وعنده اكتئاب. ودي النظرة اللي احنا بناخدها عن الانسان الوحيد، ودايما الناس بتعتبرها علامة ضعف او علامة فشل، ان الانسان دوت فاشل، مش قادر يعمل علاقات، مش قادر ان هو يتكيف مع الناس، او الانسان ده مختل او مجنون مش قادر يتكيف مع البيئة اللي حواليه. مع ان في الاغلب بيبقى العكس، ان البيئة اللي حواليه هي اللي متخلفة زيادة عن اللزوم، فهو عشان كده مش قادر يتكيف معاها. المهم ان دي النظرات اللي بياخدوها عن الانسان الوحيد. طبعا مش دي الحقيقة. الحقيقة ان الوحدة عمرها ما كانت ضعف، بالعكس احنا زي ما قلنا الوحدة ديت قوة، لان زي ما قلنا الوحدة دي بتخلينا نواجه حاجات كتير قوي ما نقدرش نواجهها وسط الناس، ما نقدرش نواجهها واحنا مشتتين دماغنا. وطبعا المواجهة ديت هي اول خطوة للتغيير. لو انت عايز تتغير من اي حاجة لازم تواجه نفسك، تواجه نفسك بالحقيقة، تقول انا بعمل كذا ولازم ما اعملوش تاني. المواجهة دايما بتبقى حل، والهروب عمره ما كان حل. اول خطوة لازم تعملها ان انت تتقبل الوحدة. ولو مش قادر انك تتقبل فكرة الوحدة هتفضل انك تحاربها طول عمرك. هتحاول دايما انك تملاها بالناس. مش مهم الناس دي حلوة، الناس دي كويسة، المهم ان انت لازم يكون في ناس حواليك، بالشغل، بالتليفون، بالسوشيال ميديا، باي حاجة واي وسيلة، عشان بس ما تحسش بالوحدة. ولو فضلت كده فانت مش هتعمل اي حاجة وعمرك ما هتعرف تتغير. لكن لما تتقبل الوحدة وتبطل انك تهرب منها هتلاقي نفسك بتبدأ تفهمها اكتر. انا نفسي في البداية كنتش بحب الوحدة، كنت بخاف منها طبيعي زي اي حد. لما كنت لوحدي كنت بحس بالغربة، كنت بحس ان مفيش حد جنبي يساندني، كنت دايما بخاف من الصمت اللي حواليا. لكن لما بدأت اتقبل فكرة الوحدة هنا جات لي الفرصة لحاجات كتير قوي انا ما كنتش متخيلها. لقيت نفسي بقيت اعمل حاجات انا ما كنتش متخيل ان اعملها. بدأت اواجه نفسي بكل حاجة مش قادر اواجه نفسي بيها. بقيت افكر في حاجات ما فكرتش فيها قبل كده. بدأت اكتشف حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها. دي حسيت انها اكبر لحظة في حياتي. ده التحول الحقيقي اللي بجد، اللحظة اللي فهمت فيها اهمية الوحدة، وانها هدية لو عرفت تستخدمها صح. ولو انت مكمل لحد هنا عزيزي المشاهد فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتعليق حلو يشجعني ونكمل. طيب ازاي تبدأ تعيش لوحدك؟ حدد وقت لنفسك. ابدأ ببساطة جدا انك تخلي وقت من حياتك ليك لوحدك، حتى لو ساعة واحدة بس تبعد عن كل المشتتات. اي حاجة ممكن تشتتك ابعد عنها.
خلي الفترة ديت لنفسك، تسمع نفسك وتسمع نفسك من جواك، تسمع افكارك وتواجه الحقيقة. تاني حاجة اقرأ واكتب. الكتابة بتساعدك انك تعبر عن مشاعرك اللي انت مش قادر تطلعها. فلو عرفت انك تخلي الكتابة دي جزء من يومك، تكتب كل اللي انت بتحس بيه وكل اللي انت مريت بيه، ده هيفرق معاك قوي. والقراءة بتديك افكار جديدة، تخليك تفهم نفسك اكتر. ولو عايزين نعمل لكم فيديو عن القراية لوحده اكتبوا لي في التعليقات. تالت حاجة حاول تمشي او تعمل اي رياضة. الحركة ديت مش بس عشان جسمك، الحركة دي بتعملها عشان تخلي دماغك ترتاح. واخر حاجة حاول تتعلم حاجات جديدة. الفترة اللي هتكون فيها لوحدك لازم انك تستفاد منها على قد ما تقدر، لان بجد الفترة ديت فترة مهمة جدا. لو قدرت ان انت تستغلها صح هتعمل حاجات جامدة جدا، لان انت عندك فرصة انك تركز مع نفسك وتكتشف شغفك. وده هتكتشفه على طريق انت تجرب حاجات كتير قوي ما كنتش جربتها قبل كده، تجرب مجالات جديده وهوايات جديده. طيب ازاي تواجه الصعوبات في الوحده؟ اكيد طبعا الوحده ليها عيوبها، وانا متفق معاك جدا ان الوحده ممكن تكون صعبه، وساعات لما تكون لوحدك بيجيلك احساس وجع او حزن. طب ازاي تتغلب على كل ده؟ لما تحس بكده زي ما قلت لك اكتب اللي جواك، خلي مشاعرك تطلع لبره بدل ما تدخل جواك، لان مشاعرك طول ما هي جواك مش هتعرف تعمل لها حاجه. لكن لما تطلع مشاعرك بالكتابه مثلا، هنا انت بتعدي جزء كبير جدا وتحس انك مرتاح. وخليك فاكر ان الوحده مش معاناه، الوحده ديت مجرد فتره ولازم تعديها، لان زي ما قلت لك الوحده لا الا هتضرك لا الا هتفيدك. فتعال اقول لك ازاي تستفاد من الوحده. مع اني ما بحبش الموضوع دوت، بس ابني روتين. الروتين هيديك شعور بالامان والاستقرار. حاول تبني روتين على حسب يومك وعلى حسب دماغك واهدافك. والروتين دوت عشان بس في ناس عندها افكار كتير غلط عن الروتين. الروتين ده انت حاجه بتعملها بنفسك، الروتين ده حاجه ليك انت وليومك انت، مفيش حد هيحددهولك. فانت تقعد مع نفسك وتعرف انت بتعمل ايه في يومك، وتحط روتين يعني يشمل كل حاجه عشان ما تحسش انك تايه والوحده تاثر عليك. تالت حاجه ودي مهمه جدا، قلل السوشيال ميديا على قد ما تقدر. الكتره منها بتخليك تحس بالوحده، والمفهوم الغلط اللي عندنا ان السوشيال ميديا ده حاجه اجتماعيه وبتخلينا ناس اجتماعيين. اللي ما تعرفوش بقى ان اكتر ناس بتحس بالوحده هي اكتر ناس بتستخدم السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بتبعدك عن العالم اللي حواليك، تبعدك عن نفسك شخصيا، ملهاش اي علاقه باي حاجه اجتماعيه. واكتر ناس بتبقى وحيده هي اكتر ناس بتقعد على السوشيال ميديا. فحاول تقلل قعادك على السوشيال ميديا او تمنعه. رابع حاجه زي ما قلت لك، اشتغل على نفسك، خليك مركز على تطوير مهاراتك وافكارك. وصدقني لو قدرت ان انت تستغل الموضوع ده صح هتطلع منه باكبر نتيجه انت ما كنتش تتخيلها. الوحده يا صديقي بتخليك تركز على نفسك، بتعلمك ازاي تبقى هادي، بتعلمك ازاي تعرف نفسك وتعرف افكارك، بتخلي عندك وعي بنفسك ومشاعرك، وبتبني عندك حته الاستقلاليه. وده موضوع مهم جدا. زي ما قلت لك انا برضو كنت زيك بخاف من الوحده، خاف اكون لوحدي زي اي حد. لكن مع الوقت بدات اتعلم اعيش مع نفسي، احب نفسي واقدر استمتع بكل لحظه مع نفسي. تعرفش قد ايه الموضوع دوت هيساعدك وهيخليك تقدر نفسك بشكل رهيب. الوحده بتعلمك تبقى اقوى، علمتني ازاي اكون حقيقي مع نفسي، وعلمتني ازاي اعيش الحياه اللي انا عايزها. ففي اخر الفيديو هقول لك كام حاجه مهمه. الوحده هي مش عدو ليك لو استخدمتها صح. استخدمها صح زي ما قلت لك وكلمتك طول الفيديو. هي رحلة هتستكشف فيها نفسك وهتستكشف فيها حاجات كتير ما كنتش تعرفها. لما تتعامل معاها بحب وفهم، بعد الفترة ديت هتلاقي نفسك اتغيرت 180 درجة. هتلاقي نفسك ما كنتش الشخص اللي كنت عليه قبله، تلاقي نفسك شخص قوي، شخص واعي، شخص فاهم نفسه، شخص عارف هو عايز ايه. وبس كده يا صديقي. لو عندك اي موضوع عايز ان انا اتكلم عنه في الفيديو الجاي فما تنساش تكتب لي في التعليقات، ولو ما عندكش موضوع فاكتب لي برضو تعليق يشجعني. وطبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة فاشترك في القناة، ولو ما عملتش لايك للفيديو فانا مش عارف انت مكمل لحد دلوقتي ولسه ما عملتش لايك ازاي. يعني اعمل لايك على الفيديو. وبس كده يا صديقي، انا يوسف علاء، سلام.